في يوم 1 يوليو 2018 الساعة 9:03 الصبح في سجن شديد الحراسة جنوب باريس، واحد من أكبر وأحدث وأأمن مراكز الاحتجاز في فرنسا. السجن متحصن كويس جدا، حراسه بالماء، جدرانه ضخمة بارتفاع 17 متر ومغلفة بأسلاك شائكة وأبوابه مدرعة. الساحات الخارجية كلها مغطاة بشبكات مضادة للهليكوبتر، وعلى كل برج مراقبة في قناصين بأسلحة هجومية مستعدين لأي حالة طوارئ. في الزنزانة الانفرادية رقم 207 في سجين معين مستني لحظة نقله لغرفة الزيارة، رقمه في السجن 0010189، وهو أخطر وأكتر مجرم في البلد كلها. الشخص ده متورط في أكتر من 30 عملية سرقة، بعضهم كان فيهم رهان، وأخطرهم كانت سرقة شاحنة نقل أموال واللي انتهت بمقتل ضابط شرطة. مرتين قبل كده قدر يزوغ من البوليس في مكان الجريمة، وكمان من 5 سنين سنة 2013 نفذ هروب أسطوري من سجن تاني شديد الحراسة بعد ما استخدم سلاح مهرب ومتفجرات فجر بيها طريقه للخارج. دلوقتي حارسين بيفتحوا زنزانته علشان يفتشوه قبل ما يتحرك، بيلاقوا معاه حاجة مريبة، لكن قبل ما بيشوفوها كويس بيكتشفوا انها مجرد علبة لبان. على الرغم من سجله الإجرامي اللي يخوف، لأن الحراس بيحبوه لأنه راجل مرح خفيف الظل وسهل التعامل معاه. الراجل ده مش بس متعود على السجن، ده تقريبا مرتاح فيه ومش فارق معاه القعدة ورا القضبان. على بعد 20 متر من السجن في مدرب طيران عنده 65 سنة اسمه ستيفن بي، واقف مستني طالبين جداد في مدرسة الطيران. اللي جايين دول أب وابنه فريدريك وجوليان، ومتحمسين جدا للرحلة الجوية. هم مش عايزين يسوقوا الطيارة بنفسهم، هم بس عايزين يركبوا معاها علشان يتفرجوا، لكن عندهم طلب غريب. هم مصممين يركبوا في طيارة معينة، وهي آلة 2، نموذج قديم ونادر من خمسينات القرن اللي فات. الطيارة شكلها جميل وساخ، وهم قاعدين يتأملوا فيها كأنهم بيشوفوا تحفة فنية. لكن ستيفن كان حاسس بحاجة مش مريحة، كان شايف ان شعرهم غريب كأنه باروكة، بس عداه وقال لنفسه فلوسهم فلوس، وبما انهم دفعوا 500 يورو كاش مقدم مفيش داعي للقلق. في السجين بيتنقل دلوقتي المكان الزوار المخصص للمساجين الخطيرين. المنطقة دي بعيدة جدا عن مدخل السجن، وإدارة السجن بقت متوترة الفترة الأخيرة بسبب تصرفاته، وبقى بيستقبل زيارات أكتر من العادي، وكلامه في التليفون بقى شكله غريب كأنه بيبعت رسائل مشفرة. الراجل اللي كان متعامل مع الحراس ببساطة ولطافة ممكن يكون بيستخدم ده علشان يجمع معلومات مهمة. من كام يوم درون ظهر فوق السجن واستكشف المكان، ودي كانت إشارة لحاجة كبيرة بتجهز. في نفس الوقت ستيفن لسه منتظر مع فريدريك وجوليان بعد ما وقفوا في مكان مفتوح بحجة إنهم محتاجين يدخلوا الحمام. أول ما رجعوا من ورا الأشجار كانوا شايلين أسلحة، قالوا له بكل برود إنهم عارفين مكان بيته وعارفين أسرته وإنهم بيراقبوه بقالهم شهور. الأسوأ من كده قالوا له إن في ناس معاهم حاليا في بيته، وإنه لو ما نفذش كل أوامرهم بالحرف عيلته هتموت. بعد كده أمروا يطير بالطيارة للمكان اللي هيقولوا عليه. في نفس اللحظة في غرفة الزيارة رقم 50 كان الأخ الكبير للسجين مستني يشوف أخوه. هو ما عندوش أي فكرة إن أخوه الصغير على وشك إنه ينفذ أخطر وأجرأ عملية هروب في تاريخ فرنسا. السجين اللي مستني طيارته الخاصة هو رضوان فاي، أخطر وأشهر مجرم في فرنسا. مش بس كده، هو كمان كاتب ناجح، عاشق للأفلام ومدمن للأدرينالين. بالنسبة لناس كتير في الضواحي الفقيرة هو مش مجرد مجرم، هو بطل أسطوري. لكن علشان نفهم حكايته بالكامل لازم نرجع للبداية. سنة 1978 في إحدى الضواحي القريبة من باريس طفل صغير عنده 6 سنين اسمه رضوان كان بيتمشى في محل جديد فتح في المنطقة مع أخوه اللي أكبر منه بسنتين. مفيش حاجة واحدة في المحل ده يقدروا يشتروها. أهلهم أساسا مهاجرين جزائريين، أبوهم شغال في مصنع وأمهم بتنظف البيوت. في البيت بيعيشوا في شقة صغيرة 3 أوض مع 9 إخوات غيرهم. حياتهم في منطقة سكنية اجتماعية فقيرة خالص، محاطة بأحياء غنية مليانة بأولاد فرنسويين أغنياء. ومن وهو صغير هو وأخوه كانوا مختلفين عن اللي حواليهم، حتى إن حارس المحل كان بيبص لهم بطريقة غريبة وبيقول لهم كلام عنصري كتير في إشارة لأنهم مهاجرين جزائريين. بس غير كده محدش كان مهتم بيهم. في يوم من الأيام خرجوا من المحل وقسموا الغنيمة بتاعتهم في ساحة الانتظار، وساعتها كانت أول مرة رضوان يسرق في حياته. لكن الحكاية ما خلصتش عند كده، بعدها بأسابيع اتقفش، أهله اتجننوا وأبوه قرر يعلمه الأدب، راح ضربه بالحزام 20 جلدة، وأمه أجبرته إنه يوعدها إن عمره ما يسرق تاني. لكن الوعد ده
طلع كلامه بس. في الفترة دي رضوان اكتشف عالم السينما، وقع في حب الأفلام، خصوصا أفلام الجريمة الفرنسية وأفلام العصابات الأمريكية. قعد يتفرج عليها بالساعات، يحفظ المشاهد كلمة بكلمة ويمثلها قدام أهله وكأنه بطل الفيلم. ومع الوقت السرقة ما بقتش مجرد وسيلة للعيش، لا بقت أسلوب حياة. كبر شوية وبقى هو وشلته بيضربوا ضرب على كبير، يسرقوا تلفزيونات، راديوهات، سيارات، أجهزة فيديو، وحتى الكمبيوترات. والفلوس كلها رايحة على لبس فخم، ترنجات أديداس وسيارات جديدة. بس أكتر حاجة كانوا بيصرفوا عليها السينما. الأفلام بقت إدمان بالنسبة له، لحد ما جت اللحظة اللي غيرت كل حاجة. وهو عنده 18 سنة قرر يسطو على أول بنك في حياته. دخل مسلح ووجه المسدس على الموظفة وقال لها جملة محفوظة من فيلم جريمة فرنسي: اخرسي، اعملي اللي بقولك عليه، أنا ما عنديش حاجة ضدك، كل اللي أنا عايزه الفلوس، فكري في عيالي. وبعد ما خلص عمل إيه؟ راح للبيت وكأن مفيش حاجة حصلت، وذاكر عادي الامتحانات عشان عنده امتحان ثانوية عامة بكرة، ولا حد هزقه ولا حتى كان في حد يسأله رايح فين وجاي منين، لأن أبوه كان رجع الجزائر خلاص، وأمه كانت بتموت بسبب سرطان الدم. اللحظة دي كانت فاصلة في حياته، لأنه من بعدها مبقاش فارق معاه أي حاجة. السرقات بتاعته كبرت، كل عملية كانت مستوحاة من فيلم مختلف، كأن السينما هي الخطة وهو بطلها. في مرة هو وعصابته خطفوا مدير بنك مع أسرته، وكانوا لابسين ماسكات مطاطية لوشوش سياسيين مشهورين، نفس الفكرة اللي اتعملت في فيلم بوينت بريك. مش بس كده، لما خلصوا قال جملة من نفس الفيلم: شكرا جزيلا يا سيداتي وسادتي، ويا ريت ما تنسوش تصوتوا في الانتخابات. وبعدها بسنتين قرروا يخطفوا رهائن لتاني مرة، بس المرة دي كانوا لابسين بدل سولا شيك، نفس ستايل الأبطال بتاعت ريزيرفور دوجز، وحتى خدوا نفس الأسماء الملونة بتاعت الفيلم: مستر وايت، مستر بلوند، مستر بلو، مستر أورانج، مستر بينك. بس العملية دي اتقلبت عليهم والبوليس طاردهم بالظبط زي الفيلم. لكن كل ده ما كانش كفاية. رضوان كان عايز يوصل لحاجة أكبر، التوب، الحلم الحقيقي لأي حرامي: سرقة شاحنات نقل الأموال. كل ده بسبب فيلم هيت بتاع مايكل مان اللي كان بيتفرج عليه باستمرار وكأنه بيتعلم منه خطوات التنفيذ. وفي يوم في منطقة صناعية على أطراف باريس، رضوان كان سايق عربية رينو، عينه على الهدف: شاحنة مصفحة وزنها 6 طن جواها 3 حراس مسلحين. وفجأة بوم، خبط عربيتهم في الشاحنة بعنف. في لحظات عربيتين تانيين ظهروا وقفوا لها من الأمام والخلف، و5 مسلحين خرجوا من العربيات لابسين ماسكات هوكي، ماسكين AK-47، نفس مشهد السرقة في فيلم هيت. واحد منهم رازع كيس متفجرات وهمي على السجاد. الحراس خرجوا واستسلموا فورا، وبدأ رضوان وعصابته يفرغوا الفلوس. لكن المشكلة كانت في الكمية، الفلوس كتير قوي وسرقتها خدت وقت أطول من اللازم. وبعد 3 دقايق الشرطة وصلت وبدأوا تبادل إطلاق النيران. رضوان خد طلقة في كتفه لكنه هرب مع رجاله، بس للأسف ساب وراه دليل قاتل: الDNA بتاعه في الجريمة. ومن اللحظة دي البوليس بدأ يحقق في هويته، ولو اتمسك يبقى بيواجه 15 سنة سجن على الأقل. والقصة ما كملتش هنا، لأن بعد فترة كان في عملية هروب من السجن أشبه بمشهد هوليودي. طيار اسمه ستيفن كان في الجو ومعاه شخصين خطفوه. لما نزلوا كان في 2 مستنيينهم على الغرب، ومعهم شنط سودا ضخمة مليانة قنابل غاز، أقنعة، رشاشات، وحتى آلة تقطيع الحديد. واحد منهم ركب الطيار كله لابس اسود والكابيشو مغطي وشه، والطيار تحت تهديد السلاح طول الوقت. لما حاول يشغل الطيارة تاني المحرك رفض يشتغل. العصابة افتكرت انه بيحاول يفضحهم وبدأوا يضربوه ويهددوه بقتل عيلته، لكنه أقنعهم انه فعلا محتاج ينزل يصلح الأسلاك. وبعد محاولات الطيارة أخيرا اشتغلت وطاروا بيها ناحية السجن المشدد الحراسة. وهناك كان رضوان قاعد في غرفة الزيارة بيتكلم بهدوء مع أخوه الكبير، مش عارف إن الدنيا كلها بتتقلب علشانه. من 20 سنة موظفة فندق دخلت أوضة علشان تجهزها للضيف اللي جاي، وهي مش واخدة بالها إن في حد مستخبي فيها بقاله أكتر من 3 ساعات بره. الشرطة بتدور عليه بكل المدينة لأنه ببساطة هارب من العدالة. قبلها بساعات رضوان كان راكب القطر متجه من ألمانيا لفرنسا، والشرطة الفيدرالية الألمانية قبضت عليه لأنه كان هارب بره البلد بقاله شهور. لكن وهو نازل من القطر وسط الزحمة بغت الضباط
يعني خدعهم وهرب فجأة. جري بأقصى سرعته وعدى على قضبان السكة الحديد قبل ما القطر اللي جاي يفصل بينه وبين المطاردين، بس المشكلة إنه نط من مكان عالي وكسر رجله. فطار عمل إيه؟ بدل ما يقف يعيط على حاله زحف على الأرض لحد ما وصل للفندق القريب واتسحب جواه. استغل ان العمال لسه بينضفوا ودخل اوضه مفتوحه علشان يستخبى. دلوقتي هو لازم يتواصل مع حد يساعده، لكن مفيش موبايل ومفيش فلوس حتى يستخدم تليفون العمله اللي بره الفندق. فكر بسرعه وراح للريسبشن بكل هدوء وطلب من الموظفه فك الورقه نقديه بحجه انه محتاج يتصل بحد. الموظفه حطت الفلوس قدام، لكن هنا ظهرت مشكله تانية. ايده كانت لسه متكلبشه بالحديد والموظفه خدت بالها هتبلغ الشرطه فورا. لكن رضوان كان اذكى من كده، عمل نفسه بيتفرج على بوستر اعلاني وراه، وبمجرد ما الموظفه لفت وشها خطف الفلوس وجري بسرعه. جري ناحيه التليفون العمومي وحاول يتصل بحد، لكن المكالمه فشلت. اضطر يرجع يستخبى فوق سطح الفندق لبضع ساعات، بس لما نزل تاني اتصدم بمنظر مش هينساه طول عمره. حوالي 20 ضابط شرطه واقفين مستنيينه. تاني يوم الشرطه نقلته المستشفى علشان يتاكدوا من اصابه رجله، وكان معاه 2 من الضباط بيحرسوه، لكنهم ما كانوش عارفين انه كان متدرب على الكراف ماغا، وهو فن قتالي عسكري خطير اتعلمه اثناء فترته في اسرائيل. وفي لمح البصر رمى العكاز اللي كان بيتظاهر انه محتاجه، خطف المسدس من واحد من الحراس، ودي اول غلطه ارتكبوها معاه. قبل ما الضابط يلحق يتحرك ضربه بكوعه في وشه ووقعه على الارض وخد سلاحه هو كمان. ودلوقتي هرب مرة تانية خلال 24 ساعة. الوقت كان الساعة 11:03 صباحا، ودلوقتي هرب مرة تانية خلال 24 ساعة. الوقت كان الساعة 11:18 صباحا. المكان كان داخل السجن. حارس السجن سمع صوت غريب من بره زي أزيز غريب، كأنه صوت منشار كهربائي أو حاجة بتشتغل. كان مستغرب لأن البستانيين أصلا ما بيشتغلوش يوم الحد. الحارس بلغ المسؤولين فورا، وعلى طول جت أوامر للحراس اللي فوق البرج المراقبة يفتح الصندوق السري. الصندوق ده كان فيه سلاح ناري من طراز HKG 36 رشاش آلي قاتل. لكن السؤال المهم، ايه اللي كان بيحصل بالظبط بره السجن؟ وهل رضوان يقدر ينفذ خطته المجنونه للهروب للمره الثالثه؟ السجن فيه شباك حمايه مضاده للهليكوبتر، يعني لو حد فكر يطير جواه بيبقى كانه بيحفر قبره بايده، ودي مهمه انتحاريه رسمي. لكن الهليكوبتر دي مش عشوائيه، لا دي طيارة قديمة بقالها 60 سنة، صغيرة كفاية علشان تعدي من الفتحة الوحيدة اللي مش متأمنة في ساحة السجن الأخيرة. مش بس كده، دي مش عملية هبوط عادية، دول مش ناويين يلمسوا الأرض حتى. رضوان كان عارف حاجة محدش يعرفها، الحراس في السجن عندهم تعليمات واضحة، ممنوع يضربوا النار على أي هليكوبتر وهي في الجو، في بروتوكول معين لازم يتبعوه. ومش بعيد يكون رضوان عارف ان الطيار ستيفن بي واحد من القلائل في فرنسا اللي عندهم المهارة الكافية علشان يقدر يثبت هليكوبتر قديمة بالشكل ده في مكانها وهي معلقة فوق الارض. الموضوع طلع متخطط له بدماغ شيطان. المحققين بعد كده اكتشفوا ان فايد كان بيبعت جوابات لابنة زوجة ستيفن لمدة 2 كاملين، يعني هو مجهز للهروب ده من زمان. ومش بس كده، ده كان عنده علاقات كتير بره السجن. ووقتها رضوان كان بأكتوبر 2010 12 سنة بعد هروبه من BC، 8 سنين قبل هروبه بالهليكوبتر، رضوان كان قاعد في برنامج حواري فرنسي بكل برود بيتكلم بمنتهى الأريحية كأنه نجم سينمات. مش بس كده، ده حتى كاتب كتاب عن جرائمه اللي شبه الأفلام. في الوقت ده كان بيتنقل من برنامج للتاني علشان يروج لكتابه، والكاميرا كاتبة تحت اسمه مجرم سابق، بس الحقيقة انه ما كانش سابق ولا حاجة، ده كان لسه بيكمل شغل. وده مش أي شغل، ده كان بيجهز لأكبر عملية في تاريخه. مشواره كان كله جريمة في جريمة. في آخر 1998 بعد 3 شهور من هروبه من BC مسكوه واتحكم عليه ب18 سنة سجن بسبب السطو المسلح، لكنه خرج بعد أقل من 9 سنين بس بسبب حسن السير والسلوك. وبعد ما خرج عمل نفسه اللي تاب واتعدل، اتجوز واخوه ظبط له وظيفة مكتبية، وكان باين انه بقى شخص عادي، لكن ده كله كان تمثيل. وفي يوم حضر مهرجان سينما وكان موجود هناك المخرج مايكل مان، الراجل اللي اخرج فيلم هي، الفيلم اللي ألهم رضوان يعمل واحدة من اكبر عمليات السرقة في حياته. رضوان وقف قدام مايكل مان وقال له انه معجب بيه وبشغله، ومايكل كان باين عليه مش مرتاح ومش عارف يرد، كأنه بيقول في سره يا نهار اسود انا عملت ايه؟
وبعد كده في برنامج حواري تاني المذيع سأله بصراحة: تفتكر ممكن ترجع لطريق الجريمة تاني؟ رضوان ضحك وقال له بكل ثقة: لا طبعا. لكن الحقيقة ده كان كذاب، لأنه وقتها كان بالفعل رجع لعمليات السرقة. دي مش سرقة عادية، دي سرقة هتهز البلد كلها. في مايو 2010 في ضاحية كري في باريس، في أولى ساعات اليوم، يوم عادي جدا، 2 ضباط شرطة بيعملوا دوريتهم. واحدة فيهم اسمها أوربا، بنت عندها 26 سنة، أم الطفل عمره سنة، طلعت تشتغل زي أي يوم، مش عارفة إن النهاردة هيكون آخر يوم في حياتها. وفجأة بيجي لهم بلاغ من الشرطة الوطنية مطلوب منهم يتحركوا فورا للطريق A4، في مجرمين هربانين بعربية دم بيض. الاتنين الضباط شغلوا السرينة ونوروا الفلاشر متخيلين إنهم رايحين لمطاردة عادية، لكنهم ما يعرفوش إنهم داخلين على حفلة رصاص مفتوحة. العصابة دي كانت خطتها تسرق عربية مصفحة فيها 6 مليون يورو، لكن حصلت حاجة قلبت العملية عليهم. كمين مرور عادي وقفوا، وتحولت السرقة لمطاردة جنونية مع الشرطة. وبعد ما عربيتهم اتدمرت كانوا محتاجين وسيلة هروب جديدة، وهنا الحظ الوحش خلى عربية أورفاك هي اللي توصل عندهم بالصدفة. بدون تفكير العصابة فتحت النار، 16 طلقة اخترقت الإزاز الأمامي لعربية الشرطة. الرصاص ضرب أورفاك أكتر من مرة والمجرمين هربوا. بوك نقلت المستشفى، وبنهاية اليوم كانت ماتت. خبر موتها أز فرنسا كلها، الشرطة كلها كانت في حالة حداد، جنازتها حضرها آلاف الضباط، والرئيس الفرنسي وقتها نيكولا ساركوزي حضر بنفسه ووعد إنه هيعمل المستحيل علشان يجيب اللي قتلها. وفي الوقت ده فين كان رضوان؟ قاعد في برنامج وثائقي بيحكي عن عمليات السرقة، والمذيع بيشرح جريمة قتل أوربو، والراديو بيشغل اسم رضوان، لكن مش كمجرم بل كخبير في عمليات السرقة. أيوة زي ما سمعت كده، كبير، مع إن ده المجرم نفسه اللي كان ورا الجريمة. لكن وقتها محدش كان عارف، كان عنده حجة غياب جديدة وأقصى منه بريء. لكن المحققين ما وقفوش هنا، وبدأوا يحفروا في ماضيه لحد ما طلعوا الحقيقة. وأخيرا الشرطة بتلاقي تسجيلات مراقبة واضحة من كاميرا أمان، وبتكشف ان رضوان كان جوه الفان البيضاء اللي العصابه استخدمتها. بس الغريب انه ما كانش في موقع الجريمه وقت اطلاق النار، انما الشرطه بتجمع ادله كافيه علشان تثبت ان العقل المدبر ورا العمليه كلها. بعد سنه كامله من الهروب رضوان بيتقبض عليه تاني وبيرجع السجن مباشره. في السجن 2 من المساجين طالعين يرموا الزبالة ومعاهم حارس السجن. فجأة بيشوفوا هليكوبتر نازلة في ساحة السجن جنبهم، بيقفوا في حالة صدمة وبيسألوا نفسهم: معقول دي طيارة إطفاء؟ الحارس المسؤول عنهم بيجري على أقرب مكتب وبيستخبى ورا زجاج مضاد للرصاص. في نفس اللحظة المساجين بيبقوا على وشك يشوفوا بعينيهم أعظم وأجرى عملية هروب من السجن في التاريخ. واحد من العصابة بيقعد مع الطيار وبيفضل ماسك المسدس على دماغه علشان يفضل تحت السيطرة. الاتنين التانيين بينطوا من الطيار لابسين ماسكات وبدل واقية من الرصاص تحت هدومهم، وكل واحد فيهم ماسك كلاشينكوف. المكان اللي هبطوا فيه اسمه فناء الشرب، وده مش مكان بيستخدمه المساجين، ده بس بيكون للمساجين الجداد اللي لسه داخلين السجن او اللي بيخرجوا، وعلشان كده مفيش اي كابلات تمنع الهليكوبتر من الهبوط هناك. الراجل اللي لابس اخضر بيجري ناحيه باب حديدي مقوى، ماسك في ايده صاروخ قطع كهربائي بشفره 35 سم، اما التاني فبيطلع 3 قنابل دخان وبيفجرهم. الهليكوبتر مروحها شغاله باقصى سرعه، والدخان الابيض الكثيف بيملى المكان بالكامل. الدنيا بتتقلب فوضى، مفيش حد شايف حاجة. الصوت العالي بتاع الماكينة وهي بتقطع الحديد بيرن في كل السجن. رضوان بيسمع الصوت وبيعرف ان لحظة الحرية قربت. الحراس اخيرا بيفهموا اللي حصل، بس عندهم مشكلة كبيرة، مفيش حد فيهم مع سلاح ناري. واحد من الحراس بيتصل بالجهة المسؤولة عن الطيران المدني، بس هم مش فاهمين اي حاجة. حارس تاني بيتصل بالشرطة لكنهم بيحطوه على الانتظار. الحارس التالت بيكلم شرطة المنطقة، بس الضابط اللي رد عليه بيعتقد انها مكالمة هزار. اما الحراس اللي في ابراج المراقبة فمع انهم معاهم بنادق الا انهم مش شايفين الهليكوبتر بسبب المباني، وكمان ممنوع
اقترحوا عليهم اطلاق النار على الطياره في الجو. ايه هي بقى النتيجه؟ فوضى شامله. في اللحظه دي اخو رضوان اللي في السجن بيشوف اللي بيحصل وبيبقى غاضب جدا. كان فاكر ان اخوه تاب وكان ناوي يغير حياته، بس واضح انه ما يعرفش يعيش من غير الجريمه. العصابه بتكمل شغلها، بيكسروا قفال كتير، واخيرا بيوصلوا للباب بتاع غرفه الزيارات رقم 50، المكان اللي رضوان مستنيهم فيه. الراجل اللي لابس اخضر بيشغل الصاروخ القاطع وبيقطع الباب الحديدي. الباب بيتفتح ورضوان بينطلق فورا، بيجري في الممرات هو والراجل اللي معاه. اما اخوه بيبقى واقف مكانه مصعوق ومش مصدق اللي بيحصل. الساعه 11:28 الصبح رضوان بيدخل فناء السجن، وبعد 10 دقايق بس من وصول الهليكوبتر بيوصل للمكان المحدد للهروب. بيشوف المساجين اللي كانوا بيرموا الزباله، بيرفع ايده لراسه وبيعمل لهم تحيه عسكريه، وبعدها بيركب الطياره بكل ثقه. المساجين كلهم بيتفرجوا عليه من ورا القضبان، ولما الهليكوبتر بتبدا تطير في الجو السجن كله بيهتف وبيسقف كانهم بيتفرجوا على فيلم هروب حقيقي. الاخبار بتنتشر في كل مكان، الاعلام بيعلن ان اخطر مجرم في فرنسا هرب تاني. بعد 3 شهور من الهروب الشرطه بتلاقي رضوان مستخبي في شقه في مدينته، وكان بيتنكر لما بينزل الشارع علشان محدش يعرفه. لما جه وقت محاكمته سنه 2020 الحكومه كانت مرعوبه من انه يهرب تاني، فعملوا له حظر طيران كامل فوق المحاكمه واجراءات امنيه مجنونه. تقرير نفسي قال ان رضوان شخص خطير اجتماعيا وعبقري في التلاعب بالناس، بيستغل ذكائه وشخصيته القويه علشان يسيطر على اللي حواليه. اما هو فاعترف انه مدمن على الادرينالين وبيوصف نفسه انه مريض نفسي. لكن رغم كل المغامرات اللي عملها هو تسبب في موت ضابط شرطه عنده 26 سنه ورعب ناس كتير. الحكم النهائي 39 سنه سجن. من سنة 2019 هو في زنزانة انفرادية بيتفتش 5 مرات في اليوم بشكل عشوائي، ولو بيتصل تليفونيا بيكون متكتف ب4 حراس حواليه. أول مرة ممكن يخرج فيها سنة 2060، ساعتها هيكون عنده 88 سنة وأنا هيبقى عندي 60 سنة. وأنت اللي بتتفرج على الفيديو هيبقى عندك كام سنة وقتها؟ اكتب لنا في الكومنت، وما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. سلام.